يا دكتورة. اهلا بيكي. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، ربنا يكرمك، اتفضلي. الله يخليك يا دكتورة. دكتورة أنا يعني عندي مشكلة وكنت عايزة أطرحها على حضرتك تحت كده. امرك تحت امرك، الله اتفضلي. يخليك يا انت دكتورة. على الهوا. إن شاء الله يا دكتورة، إن شاء اتفضلي. الله. أنا عندي ولاد أختي مطلقة وكانت عايشة معايا، معاها بنتين اه. وأنا معايا بنتين، فإحنا كنا عايشين مع بعضنا يعني. امم. فطبعا معاها بنت كان عندها وقتها 18 سنة وبنت عندها 16 سنة. امم. البنت اللي عندها 16 سنة طبعا احنا كنا بنطلع ونشتغل انت فاتفقنا واختك. مع بعض انا واختي والولاد، ولادي الاثنين اه. وولادها الاثنين. اه. فطبعا قلنا ايه، قعدنا مع بعضنا كده وقلنا ايه، واحدة تستنى في البيت يعني تغسل لنا هدومنا وتعمل لنا اكلنا بدل ما نشتغل ونرجع ندورهم. تمام. المهم ايه، ردت البنت الصغيرة وقالت ايه انا هنستنى في البيت، انا ايه هنتولى الموضوع ده، انا هنستنى في اللي هي البيت. بنت اختك اللي عندها 16 سنه. ايوه امم. ايوه. المهم طبعا ايه، استنت في البيت. البنت كل مدى بقى يعني ايه حالها يتدور، حتى حالها يتغير. امم. لدرجه ان احنا انا وامها اتكلمنا مع بعضنا، البنت دي مالها، البنت فيها ايه، يعني حتى كنا مع بعضنا يمكن البنت دي بتحب، اه. لان حالها اتغير. امم. المهم اتى بيها كانت اتعرفت على ولد. طبعا هي ما اتكلمتش وما قالتش لحد. امم. طبعا عدت الايام وطبعا الموضوع اتطور بينهم وبين بعضهم هي والولد. فطبعا الولد بقت تاخد تليفوني من ورايا وتليفون امها من وراها مره، تليفون البنات اللي هم بناتي مره، وتكلموا من تليفوناتنا من ورانا. امم. المهم الولد عرف التليفونات، الولد عرف التليفونات بقى يرن علينا فوقات، طبعا اللي يرد علينا طبعا عارف صوتها، امم. ما يترد ما اي طبعا هو ما يردش، عارف صوتها يقوم ما يردش علينا. المهم طبعا تليفونات عيالي ارقامهم الارقام الخطوط يعني باساميهم. امم. طبعا خش على الارقام وعرف ده باسم ده وده باسم ده، طبعا بدا يرن على عيالي واستفزهم بكلام. انا عايزكم، انا عايز نشوفكم، وينادي ده باسمها وينادي ده باسمها. امم. طبعا طب عيالي طبعا خدوه مشوا وراه بالكلام، طب انت عرفت اسامينا منين، طب انت اللي عرفك بتليفوناتنا. وانتوا طبعا مش شاكين فيها خالص. احنا مش شاكين خالص، مش امم. شاكين فيها خالص. فطبعا البنت تبيها ماشيه مع الولد وحصل تطورات بينها وبينه. غلطت معاه. ايوه امم. ايوه. امم. طبعا بعد ما غلط معاها بدأ يرن على بناتي وينادي دي باسمها وينادي دي باسمها. طبعا ما هي بتكلمهم من خطوط والخطوط معموله وهي باساميهم. ممكن تكون حكي عنهم كمان. واكيد امم. اكيد. المهم ايه، حتى امها مسكتها مرتين ثلاثه وهي بتتكلم وتضربها. امم. المهم يا ست ما نطولش عليكي، جت بعد طبعا ما عمل كده. طبعا البنات اللي هم بناتي طبعا كبار وفاهمين، امم. مشوه وجاروه في الكلام. وانت طب احنا عايزين نشوفوك، طب احنا عايزين نقابلوك، طب المهم جابلهم واستفزهم بحاجات لان مصور البنت وعامل امم. لها فيديوهات. فيديوهات طبعا طبعا. م- ايوه ما ايوه. تنفعش. لا ما تنفعش، امم. وصور ما تنفعش. امم. المهم البنات تنوا ورا منه، طب انت عايز ايه، طبعا طب تاخد فلوس، طب مش عارفه ايه، لا طب انا عايزكم انتم. امم. المهم كلمه من هنا كلمه من هنا شدوا قصاد بعض، طب انا راح نروح ايه، انا هنقول لاهاليكم على الكلام. طبعا البنتين، البنت اللي عملت كده والبنت الثانيه عايشين مع امهم، امهم مطلقه وعايشين امم. مع امهم، البنتين سابوا ابوهم كده. امم. المهم طبعا لما حصل وجوم البنات قالوا لي حصل كذا وكذا، طبعا انا مسكت البنت ازاي وازاي حصل امتى وازاي وما ازايش، المهم كانت نكره خالص. لحد ما عرفتوا المهم الحقيقة كاملة. ايوه عرفتها كامله. طيب احنا وصلنا لفين دلوقتي؟ احنا وصلنا ان الولد طبعا غلط معاها، اه. وان هو استفزنا بالبنات، وان هو انا عايزكم، عايز نشوفكم، عايز اتكلم معاكم. اه. طبعا عايز اوصل لهم رخرين. امم. طبعا لما ما لقاش ده منهم عنده كام نتيجه. سنة البني آدم ده؟ ده كبير، امم. كبير. والبنت كانت قاصر 16 سنة. البنت عندها 16 سنه. يعني انتوا تقدروا تحبسوه بمنتهى السهولة. المهم يا ستي امم. طبعا
اتكلموا معاه. طب انت يا ابني، طب ايه، طب تاخدها، طب تخطبها، طب احنا تستر لحد عليها، دلوقتي. تكتب عليها. ايوه. قال لهم بصوا ما نعرفكوش، ما نعرفكوش، ولا نعرفهم، ولا شفت البت ديت ولا نعرفها. طب ايه الحل يا جماعه؟ اتضح الحال يا ست الكل بان الولا، معلش يا بنت انا بنكلمك كده، معلش ما اتفضلي. تزعليش مني. اتضح الحال ان الولد ما كانش لوحده. ما كانش لوحده، كان لا، معاه حد. كان معاه حد. امم. في الاول هو كان لوحده، بعد كده كان معاه حد اه، بيروح يعني معاه. العلاقة اتكررت اكتر من مرة. ايوه، اكتر من مره، اكتر من مره كمان. ده هي لما كانت عرفنا بتجيبوا بقى البيت عندكم وانتوا كانت مش بتجيبوا موجودين؟ البيت عندنا. بتجيبوا البيت عندنا. انا جوزي راجل مسن، ما بيشوفش. اه، فكانت بتستغل راجل. غيابكم مع ان جوزك ما بيشوفش فبت- وبتدخلهم. ايوه، بتدخله طبعا. الراجل كان بينزل يعني يعني يبغى يعني يتبرع كده يعني قدام كان البيت. معاها، بيبقى معاها كذا كان معاها هو وواحد تاني في نفس الوقت؟ ايوه، هو كذا واحد، واحد او اتنين معاه كمان. امم. لا حول المهم ولا يا قوة الا ستي، بالله. المهم يا ستي طبعا ايه، لما حصل كده والولد قال ده ما كنتش انا لوحدي. طب يا ابن الناس، طب يهديك، قال لك بصي زي ما عملت معايا عملت مع غيري. امم. انا ما نعرفوش، انا ما نعرفوش. زي ما عملت معايا عملت مع غيري. هي عملت معايا لوحدي، لو كانت عملت معايا لوحدي كان ماشي، لا انما ده حول مش ولا معايا قوة لوحدي. الا بالله. اه. فطبعا دلوقتي يا ست ما نطولش عليك، اختها في الوقت ده كانت مخطوبه. امم. اختها في الوقت ده كانت مخطوبه، كان جت هي اخرى انخطبت لمين؟ بقت هي واختها في بيت واحد. يعني هي هي اللي حصل فيها كده دي دلوقتي جالها عريس واتخطبت مخطوبه لابن خالتها. لابن خالتها لابن خالتها اللي هو ابن بقت هي اختك؟ اللي هو ابن اختي. اه. طبعا امها بعد اللي حصل ده، امها طبعا اتجوزت وسابتهم، والبنت عايشه مع اختها اللي متجوزه في بيت خالتها. اه، يعني هي عايشة معاها مؤقتا لحد ما الولد يكتب عليها فتعيش في نفس البيت. ايوه، ايوه. طبعا دلوقتي البنت وهتتجوزوا ازاي وهي عارفة انها مش ما بنت؟ احنا بنفكر، ما هي ده النصيبه يا دكتوره، ما هي ده النصيبه، ما هي دي النصيبه، احنا ما احناش عارفين هنعمله ايه. لكن انتوا ما طبعا. فكرتوش تحبسوا الولد ده؟ ما فكرتوش تروحوا تحرروا محضر باللي حصل فيتحبس؟ يا حبيبه على قلبي فكرة دمك ده كان هيتحبس وهيتحكم عليه لانها يعني قاصر. البنت ما وقدام القانون اتكلمتش. دي مجنونة، قدام القانون يا القاصر دي زي حبيبتي، المجنونة. يا حبيبتي، هي اللي جابته البيت وبمرضاها يا هو، ما حبيبتي خدهاش حتى غصبا لو جابته عنها. البيت وبرضاها، هي قدام القانون قاصر فهو يحاسب. غير حد. كده كمان، غير كده كمان، ما اتكلمتش الا بعدها يمكن باربع شهور خمسه. امم. يعني مش في الوقت هو. وحتى لو بعد 4 شهور 5، بس انتوا اكيد مش عايزين توصلوا الموضوع للشرطة خوفا من آه، الفضايح، صح؟ خوفا من الفضايح، ودي بنت. وبعدين من ناحيه تانية كمان الولد قال لك ده انا ما كنتش لوحدي. حتى لو يا فندم ده كان هيتحبس هو واللي معاه. انتوا والله على يا فكرة ده دكتوره، حق، ده قضية هتك عرض، كان هيتحبس والله. وهيتحكم عليه بحكم كبير. المهم يا دكتوره الايه، خدناها كشفنا عليها، هل هي فعلا كده؟ لقيناها ايوه فعلا كده، والدكتوره قالت ايوه ده كده، ومن زمان يعني. امم. المهم ايه، طبعا ابن خالتها دلوقتي البنت عامله مشاكل مع خالتها، و... و... وقلب الولد اللي هو خطيبها قلبها على اهله وشتيمه وسايب البيت. وطبعا هي سابت البيت دلوقتي وراحت وعلى فكرة فين؟ حرام عليكم، انتوا هتخربوا على البنت المتجوزة. عن ايه؟ هتخربوا على البنت المتجوزة. ليه؟ ليه؟ ما هو انتوا لما تدخلوا بنت بالطريقة دي وعندها مصيبة زي دي، لما تتعرف اختها تتأثر بالمصيبة. حبيبتي، هم اهل البيت عارفين، ما فيش الا الولد بس اللي مش عارف. يعني اهل البنت عارفين، اهل الولد، آه. اهل الولد ايوه، عارفين. ايوه، اختي وجوزها. عارفين وساكتين. ايوه. وحتى. قال لك احنا طب عايزين ازاي، نسترهم. واحدة واحدة بس، ازاي لما هي بتحرض الولد عليهم ما بيروحوش يقولوا له ابعد عنها، ده احنا عارفين عنها كذا وكذا؟ لا، قال الاخت بقى ايه، قال لك لا انا مستحرماها ان الله. انا نتكلم الكلام ده هوت، وانا دلوقتي احنا عايزين نسترهم. فطبعا احنا لحد دلوقتي انا بنكلم حضرتك عشان طبعا البنت دلوقتي عملت مشاكل مع اختي ومسكت فيها واتخانقت معاها. اللي هي هتبقى وقلبت. حماتها. ايوه. وقلبت الولا على امه وهي والولا البنت يحلم لسه فيها. جريئة بالطريقة دي بعد كل اه، المصيبة اللي نهار عملتها؟ ابيض. خالص، خالص فوق ما تتخيلي. المهم يا ست سابت البيت عند حماتها،
وراحت فين؟ لجأت لمين تاني دلوقتي؟ لجأت لابوها. اخيرا ابوها يظهر بقى. ايوه لجأت لابوها. كانوا كل ما نقول لها نودوك لابوك تقول لي لا طيب انا ما حد نودوش عرف ابوها لابويا. اللي عملته؟ لا لا، مم. ما حدش عرفه حاجه. طيب فطبعا ولا دلوقتي ليه مش مدخلينه معانا في الصورة؟ احنا دلوقتي مش عارفه يا دكتوره، قال لك لا ما ينفعش، احنا عايزين نسترهم، احنا عايزين ما هي نسترهم. اساسا مش بتسعى للستر يا فندم. اذا كان لا داخله، هي داخله تولع الدنيا ببعضها، مش تسعى، ما هي بتسترش نفسها. لا، ما هي ساعيه للستر يا دكتوره، مش ساعيه للستر، احنا عمالين عايزين بص بنجيبوها من هنا نودوها هنا، طب نعمله ايه؟ طب نعمله عمليه ترجيح، طب نعمله ايه؟ طب نخلي، طب نقول للولا ايه؟ طب نعمل ايه؟ المفروض انك تخش في شهر 7 اللي جاي ده اهو، ده علينا بخير ده اهو. طبعا لما عملت المشكله كده وراحت عند ابوها طبعا الحال اتبدل. انا كل اللي بالنسبه لي غريب ان حماتها قادره تمسك نفسها وراضيه ان ابنها يتجوز واحده بالاخلاق دي. بتقول لك انا عايزه نستر على بيت الناس، عشان انا ما نستر ربنا هيسترني انا الله كمان. يكرمها يا رب، الله يكرمها، الله طبعا يبارك لها يا رب. احنا كلنا بنفحرهم ودي وعايزين بدل ما عايزين. تشيل لها الجميل وتحطها لا فوق راسها، لا، بتقلبوا عليها، بتقلب خطيبها على امه. جلبته عليها وساب البيت وشتم امه وشتم ابوه وساب لهم البيت وقال لهم طول ما هي مش موجوده في البيت انا مش راجع البيت تاني. وكله غضبان وقاعد عند الناس، يا ابني تعالى يهديك يرضيك. قال لها لا انا مش خلاص راجع. خليهم طول ما استحملوا هي لحد ما يتجوزوا يا فندم، طول ما استحملوا. هي ما هيش في البيت انا مش استحملوا راجع. لحد ما يتجوزوا، شهر يا 7 دكتوره مش ما هي بعيد. المشكله، ما هي المشكله في ايه دلوقتي؟ المشكله بان الولا لو دخل عليها كده ولا دخل ولقاها كده ممكن هتحصل مشكله. لا لا، انتوا ولا تقولوا ولا تعيدوا. هو الولد يمكن ربنا ما يعني باذن الله هو مش هو تقريبا قليل الخبره وقليل التجربه، وهي اول لا واحده في حياته. بتهيألك يا دكتوره، بتهيألك يا دكتوره، الولا مفتح والله يا جدا. فندم لو عرف هيطلقها وخلاص الموضوع هيبقى خلص. احنا دلوقتي طبعا هنستر وهنكمل الموضوع للاخر. عدت ايوه بالستر. اه. وكويس ان الاب والام عارفين، عشان احنا كده ما بنغشش حد، لا ابوه وامه الاب عارفين. مش عارف، الاب مش عارف يا دكتوره، الاب مش عارف. الخاله بس اللي عارفه. الخاله بس اللي عارفه، خالاتها طيب كلهم عارفين. هي فطبعا هتتجوز وتتستر. عدى الامر امها عدى، ما عداش الامر هتتطلق في اه. نفس اليوم والموضوع هينتهي. وطبعا ما ما تاخدش هو قشايه من حقوقها، لانها هتبقى ملهاش حقوق لان هي ما قالتش الحقيقه. ايه هتقول له؟ ما هو اخواتك كلهم ما اهلك كلهم عارفين، بما منهم امك وابوك، هيقول لهم كلكم عارفين، هيجيب الملامه على امه وابوه وهتبقى مشكله كبيره. من ناحيه تانية ما فيش مقدره ان احنا نعمله عمليه ترجيع يا دكتوره. ويا فندم هتعملوها فين وعند مين؟ ده في ناس مش نصابين عارفه، وملاوي زرقاء. مش عارفه يا دكتوره، مش عارفه ايه الحل دلوقتي، نعمله ايه؟ حضرتك انا من وجهة نظري، وانت حرة طبعا في طريقة التفاهم، او انت ادرى بيهم. الامور اللي زي دي طالما قررتوا فيها تستروا، طبعا انتوا اخطأتوا من الاول، لان المفروض الولد اللي عمل كده وكان بيجيب اصحابه ده كان يحاسب قانونا، وكانت هتبقى قضية وكان هيتحبس فيها. لكن انتوا خوفا من الفضايح سكتوا. اقول لكم تقولوا للاب لا، الاب مش هيعرف. المفروض الاب يتدخل ويعرف، على الاقل يحكمها، على الاقل يوقفها، لان البنت دي فين كبيرها؟ هي ملهاش كبير. مفيش حد قادر يوقفها عند حدها، ومفيش حد قادر يخليها تحترم نفسها. عملت مصيبة، بدل ما تدخل البيت وتبقى مكسورة الجناح وتكسب خالتها اللي عارفة عليها وسترة، دي عمالة كمان تقوم الدنيا على بعضها وتقوم البيت حريقة. فدي بني آدمة أكيد غير سوية، فين كبيرها؟ فاحنا عايزين نلاقي لها كبير. كبير يعني إيه؟ يعني لما تغلط نلجأ له. هو الولد ده بعد ما يتجوزها، ولو الجوازة عدت وغلطت البنت دي ولا عملت مصيبة تانية، هنروح لمين؟ هنلجأ لمين؟ هنشتكي لمين؟ إذا كان هي مفيش حد بتخافه ولا بتهيبه. فكل اللي طالباه منك إن انتوا عايزين تكملوا الموضوع بالستر، كملوه. والله اتعرف هتتطلق، هتقول ما انت امك كانت عارفه كذبوها. ما حصلش يا ابني، انا لو كنت عارفه كنت مش هرضالك. وامه نيتها سليمه، يعني امه نيتها انها عايزه تستر بنت، فربنا يسترها يا رب، رغم انها عارفه البلوه اللي عملتها لكن عايزه تسترها. فهتكملوا الموضوع. اتستر بس مش القصه بس في ان الموضوع ده يتستر، القصه بقى في اخلاق البنت دي اللي جايه تعيش في البيت ده. هتقدر تعيش بما يرضي الله، ولا هتفضل مخليه البيت حريقه وهتولع الدنيا كلها وهتخلي الاخوات يخسروا بعض؟ هو ده الاهم.
ما هي لو باخلاقها دي يبقى بلاش تدخل البيت، ما يبقاش الام بتعمل معروف وتبقى بتسترها وهي جايه تولع الدنيا. فالاهم من ان فكره الجوازه تتم وان الواد ما يعرفش فكره اخلاقها، هي هتقدر تصون وتعيش وتبقى انسانه محترمه، ولا دي بني ادمه ما تربتش وما عندهاش اخلاق. دي القصه الاهم من فكره ان احنا نخلي الواد يدخل عليها من غير ما يعرف ولا لا، او نعمل لها عمليه ترقيع. فلو سمحتي ده اللي تركزوا فيه قوي. لو هتجيب مشاكل وهتولع الدنيا ببعضها، فسخوا الخطوبه من دلوقتي، وهي حره، هي اللي غلطت وتشيل وزرها وتعمل اللي هي عايزاه. وربنا يتولانا يا رب ويسترها على ولايانا جميعا، عشان هي دي الاصناف اللي بكلمكم عنها. في بنات ماتت عشان 130 جنيه بيجروا على اكل عيشهم، ودي واحده مستهتره ما تعرفش ربنا ما تعرفش دين، كانت تستنى اهلها يمشوا من هنا عشان تجيب الشاب، ويا ريته بيجي لوحده، ده جايب اصحابه معاه. هم دول الامثال العكس بعض تماما. حسبي الله ونعم الوكيل. مين تاني؟ الو الو. طيب لحد ما يجي التليفون طالبه منكم ندعي للعرايس الجنه. انا هم في الجنه ان شاء الله ونعمها، ونحتسبهم شهداء باذن الله تعالى، وباذن الله هم في مكان احسن بكتير. لكن ندعي لهم وندعي لنفسنا بحسن الخاتمه، وربنا يسلم بناتنا ويسلم شبابنا يا رب من كل شر، ويبعد عنهم كل سوء، ويحميهم يا رب العالمين.